أوقات فاضل كي النبي الشيخي عليه الصلاة والسلام حكم له لبدأ آذان تود حيسا مؤذن كأدمه إلى إقامة تود حيسا إيضنا ووقت الدعاء لا يرد بين الآذانين أو بين الآذان والإقامة فادعوا. نبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود الترمذي إمام أحمد بس صارين شهر الباني صحيح قلت المام أيه دعاء لما عليه لبدأ آذان لحدود لبدأ آذان وإقامة يا آذان. نبي عليه الصلاة والسلام ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. حديث كان نوح قالوا الشيخ يا نبي بريضين لعلين أما يرت أنت اللعلية مركا آذان كدعوه إيا مركا جهاد كالوجه وحكى له كم من وقتية الدعاء في عنتها صلاة الدبديت صلاة الدبديت لبابا علماء يكفسرها قالوا حين هذا هو مركا أدى ما يستطاع تحياتك أنت آنت سلامة نقصا مركا أدى تحياتك أدى ما يستطاع أنت آنت سلامة نقصا فلما هذا بركة لنا وحي قبار ومركا صلاة أدى ما يستطاع كندب هذا دعاء يستطاع يعني دعاء إمام الاستقامة شفتو عندك دريري إن الله يا إمام هو دعاء مويان لكن هو وقت أتسكن دعاء سنكرته وأنا وقت هذا الدعاء بفضل قبضانتي نبي عليه الصلاة والسلام وحلقوا يري أي دعاء يسمع إلهي الرسول في سيو حديث الترمذي ورني وأنا حديث حسن نص الشيخ الشيخ الألباني أي دعاء يسمع دعاء تبع لو مقل بدني ربي أجيب بدني وأنا بقول جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات هبينك برتنك حقي صدمبه هبينك حقي صدمبه إيوه صلاتها مكتوبات قداش النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي وكي صحابي قوت المامي معاذ بن جبل والله معاذ وكنت عليه النبي كويري عليه الصلاة والسلام نك أو شعلية ونارتين وشعلية بوح كويري هكتجي صلاة والبد بدأ دينا تراده اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نتراده صلاة للدبدة هكتجي